بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في كلامنا اعمل لايك للفيديو واعمل متابعة للصفحة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. كلام النهاردة عن العشرة البنك المركزي اللي هي قدامك دي، والخمسة البنك المركزي اللي هي قدامك دي الشهيرة بالعشرة الحمراء، ودي الشهيرة بخمسة جامع ابن طولون. نتكلم عن الأسعار. 10 جنيه ادي الظهر بتاعها الأول اهي، ودي 10 حجمها كبير، كانت في وقتها في السبعينات دي كان لها شنة ورنة طبعا. طيب دي الحالة أقل من المتوسطة، حالة أقل من المتوسطة، فهنقول على سعرها دلوقتي الحالة الأقل من المتوسطة دي، وهنتكلم عن سعرها. ودي سعرها بالحالة اللي قدامك تعمل 70 جنيه، 75 جنيه، من 70 جنيه ل75 جنيه بالحالة اللي قدامك. الحالة الزيرو منها بتوصل ل150 جنيه، الحالة الزيرو بتوصل ل150 جنيه، ولو فيها رقم مميز تعمل أكتر من 150 جنيه. طبعا كل ما كانت الحالة كويسة سعر العملة يعلى معاك. الحالة متقطعة بقى، متشخبط عليها، متنية، الكلام ده كله كل ده بينزل من سعر العملة وبيقلل من قيمتها. فدي قلنا تعمل 70 جنيه، 75 جنيه. الحالة الزيرو منها بتعمل 150 جنيه، 150 جنيه في حالة الزيرو. نيجي على 5 جنيه، دي بالحالة اللي قدامك دي بتعمل 50 جنيه، 60 جنيه آخرها، يعني من 50 ل60 جنيه. الحالة الزيرو منها برضو بتعمل 150 جنيه، 150 جنيه، 130 جنيه في حالة الأنصر، يعني ما اتلمستش تعمل 130 جنيه. أما بنفس الحالة اللي قدامك بتعمل 50 جنيه، 60 جنيه، وده الظهر بتاعها. فدي تعمل قلنا 60 جنيه. الحالة الزيرو 130 جنيه، 150 جنيه، ولو فيها رقم مميز تعلى عن 150 جنيه. أي عملة فيها رقم مميز بتعلى عن قيمتها. الرقم بتاعها اللي هو الرقم اللي قدامك ده لو رقم مميز بيعلي من سعر العملة. أماكن البيع والشراء هي جروبات الفيسبوك. رقم واحد في البيع والشراء هو جروبات الفيسبوك، والأسواق اللي موجودة في المحافظات. لو عندك سؤال اكتب لنا في التعليقات، وما تنسناش في اللايك والمتابعة. انتظرونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.